البداية كانت عادية جدا. بنت ركبت أتوبيس وزهقت لأنه ماشي ببطء. فجأة ومن غير أي مقدمات استعملت قوة غريبة عندها. رفعت الأتوبيس اللي وزنه عشرات الآلاف من الأرطال وحطته على كتفها وجريت بيه مئات الكيلومترات لحد ما وصلت لمكان واسع وسابته. الركاب ما كانوش مصدقين وفضلوا يشكروها قبل ما يمشوا، لكن الراجل اللي معاها خدها على فيلا عيلته. أول ما دخلت الجنينة عينيها وقعت على شجرة خوخ. بهدوء راحت تهزها، بس قوتها الكبيرة خلت الهزة عاملة زي زلزال صغير ووقع الخوخ كله على الأرض. في اللحظة دي خرج ويليام أخو الراجل وهجمها لأنها لمست شجرة العيلة. لاندا حبيبته اتدخلت وتريقت على البنت قدام الكل، لكن البنت بعينيها شافت الحقيقة. لاندا مش بتحبه، هي عايزة فلوسه. لما قالت ده ويليام افتكر إنها بتفتري عليها وزعل جدا. أمر الخدم يودوها عند حمام السباحة عشان يأدبها، لكن البنت قلبت الموقف، سحبت ميه البسين كلها ونفختها في وش ويليام ولاندا، فرماهم بعيد قدام الجميع. لاندا حاولت تمثل إنها اتعورت وأغمى عليها، لكن البنت بذكائها وقوتها فضحتها قدامهم. في اللحظة دي ظهرت لورا أم العيلة وسخرت من البنت وقالت إنها مجرد بنت غلبانة، لكن المفاجأة إن البنت شافت مصير لورا، حادث مميت بعد ساعة. الكل اتصدم، لكن ويليام رفض يصدقها. الراجل حاول يهدي الموقف وطلب من البنت تحضر حفلة كبيرة عندهم وتحمي أمه. البنت رفضت، لكنها وافقت بعد ما اداها شيك ب10 ملايين دولار. في الحفلة كل العيون كانت عليها. لاندا دبرت فخ وحطت زيت على السلم، لكن الراجل لحقها قبل ما تقع وغير لها الجزمة بنفسه. الموقف عدى، لكن التوتر زاد. بعد شوية عم الراجل جاك دخل مع مراته وجابوا معاهم الجد سميث. جاك اتهم الراجل إنه ما بيساعدش عيلته رغم إنه خسر ملايين. الضيوف افتكروا إن الراجل بخيل، لكن البنت ما استحملتش الظلم وضربت أحد الضيوف كف جامد. الدنيا اتقلبت والضيوف حاولوا يردوا، لكنها وقعتهم كلهم على الأرض. وهنا لاندا رجعت للساحة ومعاها لورا. حاولت تبرر وتتهم البنت قدام الكل، بس البنت صرخت فيهم وقالت يبطلوا تمثيل. الحفلة رجعت طبيعية للحظة، لكن لاندا كانت مخبية أكبر خطة. أشارت للنجفة الكبيرة فوق وقالت إنها هدية. البنت شافت في لحظتها إن النجفة متلغمة وهتقع على دماغ لورا. لورا وقفت محتارة بين تصديق البنت أو لاندا. لاندا حاولت تقنعها إن البنت بتهددها بس، ولورا في الآخر مشيت ناحية النجفة. وفي اللحظة اللي قربت فيها الحبل اتقطع والنجفة وقعت بسرعة من فوق راسها.